فاصدقائي مثل ما شايفين هاي نحن راح نجرب حظنا بالمتجر الغامض الحقيقي مش المتجر المزيف. على كل حال يا اساطير بنقول بسم الله وبنضغط هيك على توقيف وراح نشوف التخفيض قديش. يا السلام عليكم يا اساطير، ورجعنا لكم بفيديو اسطوري جديد كالعاده يا اصدقائي. اتمنى تكونوا بالف خير وانتم عم تشاهدوا فيديو اليوم. اصدقائي بهذا الفيديو راح يكون عن جد فيديو كتير اسطوري. هذا الفيديو راح افهمك الحدث الاف اف سي اس يلي هي النافذه راح ادخل عليها، تمام؟ وراح افهمك الحدث بالتفصيل الممل. طبعا اذا انت تحب تفهم الحدث كله من اوله من الالف للياء راح افهمك اياه، وانا شاطر بالتفهيم، فالكل بيقول لي ابو ساره عن جد انت اسطوره بشرح الاحداث. راح ندخل على هاي الواجهه يا اساطير وراح نشرح الحدث، ولكن قبل كل شيء خلونا نشوف المتجر الغامض بشكله الحقيقي مش المزيف اللي نزل بالسيرفر الشرق الاوسط. اصدقائي مثل ما شايفين هذا هو المتجر الغامض الحقيقي من 20 نوفمبر حتى 26. ندخل عليه ونقول بسم الله ونجرب حظنا. طبعا يا اساطير قبل ما اجرب حظي اتمنى انه انت كمان بتجرب حظك، عفوا صديقي بتجرب حظك، بتضغط على زر اللايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، لاني بهذا الحدث بحدث اف اف سي اس راح يكون في عندك مهام انك انت تحط لايكات للفرق، فاكيد مش راح انك تبخل علي. مش راح نطول السيره يا اساطير، نضغط على جرب حظنا وراح نشوف قديش التخفيض راح يجيني. عفوا على الصوت المزعج، نضغط على توقيف 80%. هلا راح نشوف الجوائز اللي موجودة داخل هذا المتجر. مثل ما شايفين يا اساطير السكنات الرئيسية اللي احنا سربناها موجودة داخل المتجر الغامض. مثل ما شايفين هاي الجوائز بدنا نصرف فقط 359 مجوهرة، عفوا 200 مجوهرة عشان نحصل على هذا السكن اللي هو سعره 359 مجوهرة. هاي الجوائز يا اساطير مثل ما شايفين في عنا شخصية مش عارف شو كان اسمه هذا، اللهم صل على النبي، ذكروني باسمه بالتعليقات. الهندي هون في عنا اشياء كلها اشياء تافهة على فكرة، يعني عشان ما تقولوا ابو سارة فقط بتكلم بيقول كلها اشياء اسطورية. المتجر هذا المتجر كله بيض بيض بيض، يعني اسم على مسمى، بيض مسلوق وبيض مغلي كمان. خلينا نشوف حزمة البنت، يعني حتى الالتباس مش موجود. نشوف حزمة البنت يا اساطير مثل ما شايفين. نضغط هيك على تبديل. هاي حزمة البنت. مثل ما شايفين عنا السكن هذا. عنا الشخصية هاي. أصدقائي أنا ما بنصح أي أحد، ما بنصح أي شخص بيدخل على المتجر الغامض. يعني إحنا على أساس إنه إحنا شوي كيفنا إنه أحسن من سيرفر الشرق الأوسط نزل عنا متجر غامض، فالمتجر هذا عن جد مو بيض، هي بطاطا مغلية. هذا بيض عفوا يا أصدقائي عن جد المتجر كله بيض، يعني مش عارف ما في أي شيء. بنطلع هيك يا أساطير، يعني مش راح إني أصرف ليرة عليه، مش ليرة، جوهرة وحدة عليه. هلا يا اساطير منا فيها رح ندخل على هذا الحدث، ولكن قبل ما ادخل رح اشرح شيء اللي موجود داخل هذا الحدث عشان وقت انا ادخل واشرح لكم بتكونوا فهمانين كل شيء. أصدقائي بمجرد ما ندخل مثل المكاتبين هون راح يكون في عنا 4 أنشطة رئيسية. أول نشاط اللي هو متجر الاستبدالي اللي هن كاتبين متجر المبادلة. راح نحتاج نحن التوكن هذا موجود بساحة المعركة. هذا التوكن يا أساطير اللي أنا تكلمت عنه، هذا التوكن راح يكون متواجد بساحة المعركة بالشكل عشوائي. يعني أنا اليوم لعبت جيم، جمعت كم واحد هيك على السريع بس عشان إني فرجيكم بالفيديو انه هذا التوكن راح يكون متواجد بشكل عشوائي ان شاء الله داخل الخريطة. راح نستخدم هذا التوكن عشان نحصل نحن على سكن البنت وبعض الجوائز الاخرى. طبعا شيء اللي كمان راح يكون موجود داخل عنا هذا الحدث، راح يكون موجود عنا نافذة اللي هي شجع فريقك. شجع فريقك انت هون راح تضغط على لايكات، يعني بهذا الحدث في لايكات لازم تضغط على زر اللايك يعني عشان تحصل على مكافآت، فاضغط لايك على هذا الفيديو يا اسطورة. ثالث شيء راح يكون في عنا حدث باسم اختر واربح. خمن الفرق الفائزة للحصول على التوكن السداسي الازرق. التوكن السداسي الازرق اللي انا سربته قبل فترة، هذا التوكن السداسي الازرق يا اساطير راح نحصل على هذا التوكن في حال احنا خمنا الفائز ان شاء الله بشكل صحيح، او العكس كمان بيصير، والتوكن هذا راح نستفاد منه عشان احنا نستبدله بجوائز ومكافآت. رابع شيء يا اساطير اللي هو اخر شيء، اللهم صل على النبي، راح تكون عندنا صفحة النهائي. صفحة النهائي نحن راح تكون
في عنا النهائي راح نتابع هذا النهائي، راح نتابع منه مثلا 20 او 30 او 40 دقيقة عشان انه احنا نحصل على مكافآت. بنقول بسم الله يا اساطير وبنضغط هيك مثل ما شايفين يا اساطير. هذا هو الحدث من الداخل يلي هو 13 يوم راح يستمر. انا شرحت لكم انه راح يكون في عنا 4 واجهات رئيسية. هاي الواجهة الاولى هاي الواجهة الاولى يلي هي متجر الاستبدال، وبعدين شجع فريقك هاي الواجهة الثانية، والواجهة الثالثة يلي هي يلي هي اختر واربح. طبعا هلا راح نشوف النهائي الواجهة الرابعة وين راح تكون متواجدة. على كل حال لو اجينا هيك على متجر الاستبدال يا اساطير راح نشوف التوكن يلي احنا جمعناه من ساحة الخريطة، راح نستخدمه عشان احنا نحصل على المكافآت يلي موجودة بهذا القسم. مثل ما شايفين في زلاجة، في شبقجات. احتمال هاي الجوائز تختلف من سيرفر لسيرفر عشان نحطكم في الصورة، ولكن السكن البنت راح يكون موحد بكل السيرفرات، طبعا اذا كان بكل السيرفرات مجاني. بنقول بسم الله وبنحرق 10 توكن يا اساطير. انا جمعت 10 توكن مثل ما شايفين، خدينا نحن جوائز، وبالمقابل راح نشوف قديش راح نحرق من هون. مثل ما شايفين حرقنا نحن عفوا 10، حرقنا 10 بس نوصل لل 30 راح نحصل نحن على بطاقات مثل ما شايفين، واخر شيء نحن راح نوصل للجائزة الكبرى. على كل حال يا اساطير هاي الواجهة اللي راح نستخدم فيه هذا التوكن، ما عنا اي توكن. بالمقابل نحن راح ناخذ جولد واشياء وتعرفوا شو انتم. بنطلع هيك من الواجهة الاولى اللي هي متجر الاستبدال، بنروح على الشيء الاخر يا اساطير يلي هو شجع فريقك. انا عم امشي خطوة خطوة. شجع فريقك بنضغط عليها هيك يا اساطير. مثل ما شايفين هون يا اساطير، وقت يبدا هذا الحدث كل يوم بحق لك بتحط 5 لايكات، يعني بتوزع لايك هون ومره لايك هون ومره لايك هون. يعني انت كيف ما بدك بتحط لايكات، يعني راح تخمن الفريق يلي راح يفوز عشان انه انت تحصل على توكن السداسي الازرق. بالمقابل انت لا تنسى يوميا لازم بحق لك انت 5 لايك بتحط مجانا ان شاء الله، وكل 5 لايك انت راح تحصل على مكافآت. هاي المكافآت مثل ما شايفين راح ادخلها بشكل سريع لان كلها مكافآت بيض يعني بالمعنى الحقيقي، صور واشياء. حتى بالمكافأة الاخيرة ما في غير بطاقة جولد، يعني لو حاطين بطاقة دايموند رويال او اسلحة كان شوي يعني. على كل حال يا اساطير من هاي الحدث شجع فريقك. راح نشوف انه راح نحصل نحن على توكن السداسي الازرق. توكن السداسي الازرق انت راح تستبدله بمكافآت لسه ما نعرفت شو هي. بنروح على شيء الاخر يا اساطير اللي هو ثالث شيء، هو اختر واربح. هاي اختر واربح لسه ما فتحت، بس تفتح راح نشوف شيء اللي موجود داخل هاي النافذة لسه عليها إشارة القفل، وكمان داخل هاي النافذة راح تكون في جوائز مجانية راح نحصل عليها في حال نحن أدينا المهام بالشكل الصحيح. الشيء الآخر يا أساطير يلي هي صفحة النهائي. صفحة النهائي ها هي يا أساطير احنا راح نتابع دقائق عشان احنا نحصل على مكافآت. مثل ما شايفين هاي الباكجات لسه مش معروف شيء اللي موجود أمامها. طبعا أنا داخل غير سيرفر، لهيك انتم عم تشوفوا اشكال فيتناميه واشكال هنديه او اشكال او ما شابه، مش هي السكوادات العربيه اللي كانت مشاركه. طبعا يا اساطير بنطلع هيك على الحدث شيء اللي كان موجود عنا. هاي يلي انتم شايفينها بنطلع عليها يا اساطير يلي هي بيوم الذروه 28. هذا الباكج بالسيرفر الاوروبي كان في زلاجه، بالسيرفر الشرق الاوسط كمان في زلاجه، وانا قلت انه بكل سيرفر في سيرفرات تحت طاقه حقيبه، بطاقه دايموند رويال او بطاقه اي شيء ثاني. انا شرحت الحدث كله بالتفصيل ممل. في حال كان في شيء اضافي انا راح اشرحه. اتمنى عن جد ما بعرف يضل اي شيء ثاني، فاتمنى عن جد ما تبخلوا علينا باللايك وبالاشتراك. كان معكم ابو سارة، بترككم في امان الله.